الاستهزاء بالملتزمين في الدين هذا يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، وهذا من كبائر الذنوب. فالذي يسخر من شخص مسلم، يسخر من لحيته أو من ثوبه أو من حضوره لدروس العلم أو ما شابه، يسخر منه كشخص، هذا من كبائر الذنوب. لكن إذا يسخر بالسنة نفسها، يستهزئ بالسنة، يستهزئ باللحية، يستهزئ بالإزار، يستهزئ بالحجاب، يستهزئ بالدين نفسه، هذا كافر. الاستهزاء بالملتزمين في الدين هذا يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، وهذا من كبائر الذنوب. فالذي يسخر من شخص مسلم، يسخر من لحيته أو من ثوبه أو من حضوره لدروس العلم أو ما شابه، يسخر منه كشخص، هذا من كبائر الذنوب. لكن إذا يسخر بالسنة نفسها، يستهزئ بالسنة، يستهزئ باللحية، يستهزئ بالإزار، يستهزئ بالحجاب، يستهزئ بالدين نفسه، هذا كافر. الاستهزاء بالملتزمين في الدين هذا يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، وهذا من كبائر الذنوب. فالذي يسخر من شخص مسلم، يسخر من لحيته أو من ثوبه أو من حضوره لدروس العلم أو ما شابه، يسخر منه كشخص، هذا من كبائر الذنوب. لكن إذا يسخر بالسنة نفسها، يستهزئ بالسنة، يستهزئ باللحية، يستهزئ بالإزار، يستهزئ بالحجاب، يستهزئ بالدين نفسه، هذا كافر. الاستهزاء بالملتزمين في الدين هذا يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، وهذا من كبائر الذنوب. فالذي يسخر من شخص مسلم، يسخر من لحيته أو من ثوبه أو من حضوره لدروس العلم أو ما شابه، يسخر منه كشخص، هذا من كبائر الذنوب. لكن إذا يسخر بالسنة نفسها، يستهزئ بالسنة، يستهزئ باللحية، يستهزئ بالإزار، يستهزئ بالحجاب، يستهزئ بالدين نفسه، هذا كافر.